السلام. عمرك جلستي مع راسك في شي ليله سكتت فيه الحركه وشفتي في القناه ديال البيت وتسائلتي واش هاد الحياه اللي عايشها دابا هي بصح اللي كنت كنستحقها؟ بينك وبين راسك عارف بلي عندك كفاءات، طاقه وافكار واعره، ولكن في كل مره كتجمع الوقفه وكتقول غدا غنبدا البروجي ديالي، غدا غنبدل هاد الخدمه، او غدا غنتعلم مهاره جديده. كتوقع شي حاجه غريبه بحال الا شي يد خفيه كتجر من الله، كتجيك ديك البوحيد او العجز، وكيرجع الخوف من الفشل ومن كلام الناس يسيطر عليك. الكاتبه جين سينسيرو كتابها الشهيره انت قوه المذهله كتحط صبعها على واحد الجرح غارق في المجتمع ديالنا، كتقول لك واحد الحقيقه صادمه: العائق الوحيد اللي واقف بينه وبين النجاح ماشي هو الزهر، ماشي هي الظروف، وماشي هو الاقتصاد. العائق الحقيقي هو انت اللي حابس راسك بيدك بلا ما تعيق. كيفاش هاد القضيه؟ الكاتبه كتدخل للداخل ديال العقل البشري وكتشرح لنا باللي كل واحد فينا مقسوم جوج ديال الشخصيات عايشين في صراع دائم وسط راسو. الشخصيه الاولى هي الذات الحقيقي ديالك، طموحات اللي باغي دير الفلوس وباغي تعيش ومرتاح وتفرح والديه. اما الشخصيه الثانيه فهي اللي كتسميها الكاتبه التابعيه او العقل الباطن الممرمج. هذا الجزء من عقلك بحال شي حارس قديم وخايف الخدمه ديالو الوحيده هي يخليك منطقه الراحه، زون كونفور، وما يخليكش تغامر. هذا الحارس مبرمج من الصغر ديالك على معتقدات سلبيه تزرعت فيك بلا ما تحس فاش كنتي صغير، وكتسمع في الدار او في الزنقه عبارات بحال لوسخ الفلوس الدنيا، او دير عين ميكا وخليك غادي جنب الحيط، او المكتوب ما منه هروب، والفقر قضاء وقدر. هاد الجمل ما مشاتش غير في الهواء، هاد الجمل ترسخت في العقل الباطن ديالك ورجعت هي النظام اللي كتشوف بها العالم اليوم. خلينا نكون واقعيين ونشوفوا هادشي في المجتمع ديالنا. شحال من شاب مغربي اليوم كيكون جالس في القهوه طايح عليه فكره ديال بروجي واعر ومطلوب في السوق. العقل الحقيقي ديالو كيقول ليه نوض توكل على الله، دير دراسه جدوى وبدا بالحاجه اللي عندك. ولكن في ديك اللحظه بالضبط كيدخل الحارس القديم اللي في العقل الباطن ويبدا يوسوس ليه: وفين غادي؟ واش كيحسب لك راسك في ميريكان؟ راك خاصك كابيتال صحيح، والناس دابا ما بقاوش كيشريو ويزيدوا، يلا فشلتي غيضحكوا عليك والشركات الكبار غياكلوك. النتيجه شنو هي؟ الشاب كيتراجع، كيطفى ديك الشعله لداخل ديالو، كيقنع راسو بلا ظروف قاصحه. الكاتب كتقول لك انت هنا ما رجعتيش حيت لي فكره خايبه، كتقول لك انت هنا ما رجعتيش حيت لي فكره خايبه، رجعتي حيت عقلك الباطن نجح يدافع على البرمجه القديمه ديال الخوف والشك اللي تربيتي عليه. انت كدير تدمير ذاتي، سيلف سابوتاج لراسك بلا ما تشعر. الخطوه الاولى اللي كتطلب منا جين سينسيرو في بدايه هذا الكتاب هي نكفوا على الشك في العظمه ديالنا. خاصنا نتعلموا نراقبوا هذا الصوت الداخلي، نعرفوا بلي هذاك ماشي هو الصوت ديالنا الحقيقي، بل هذا غير الصوت ديال الماضي والخوف الناس اللي دايرين بينا. ولكن السؤال الصعيب والمعقد اللي كيطرح راسو هنا هو فاش كيكون هذا التحكم ديال العقل الباطن غارق لدرجه ما كنعيشوش به، وفاش كتكون هذه البرمجه السلبيه مأثره على علاقتنا بالفلوس وبالنجاح. كيفاش نقدروا نقتلوا هذا الحارس الخوف؟ شنو هي الطريقه العمليه اللي كنعطيها لينا كاتب نخرقوا هذا الجدر النفسي ونطلقوا القوه المذهله للداخل ديالنا؟ هذا الشيء اللي غادي نكتشفه خطوه بخطوه في الحلقه الجايه. غوص معايا في العمق وفكر في كلامي مزيان قبل ما تنعس.